أكتر مشكلة شُفتها عند مرضى السُكّر من النوع الأول واللي هو موضوع الزيادة في الوزن، هُم مش بيكونوا عارفين يزيدوا في الوزن وبيكونوا بياكلوا كتير جدًا بس مش بيزيدوا، وأغلبهم بيكونوا رفيّعين بالذات مرضى السُكّر النوع الأول، ودايمًا باعمل فيديوهات عن الموضوع ده إزاي مريض السُكّر يزيد في الوزن، إزاي أنا شخصيًا زدت في الوزن حوالي أكتر من 40 كيلو الحمد لله ووصلت للشكل ده، بس في موضوع أنا ما اتكلمتش عليه قبل كده أو يمكن اتكلمت عليه بس بشكل قليل أوي وما فيش حد مدّي له اهتمام. واللي هو إزاي مريض السُكّر ينشّف وينشّف عضلاته وينزل في نسبة دهونه ويخس. أنا الصراحة ما شُفتش ناس كتير عندها سُكّر نوع أول وزايدة في الوزن، أغلبهم بيكونوا رفيّعين، بس في فعلًا نسبة هي قليلة يعني، بس فعلًا بيكونوا عايزين ينشّفوا، وفي ناس كلّمتهم كده، ونتيجة اللي بيحصل لهم ده نتيجة إن هم بياخدوا جرعات أنسولين عالية جدًا، فجرعات الأنسولين العالية جدًا بتخلّي شهيتهم مفتوحة، فبياكلوا أكل كتير جدًا. فبيزيدوا في الوزن لان هم بياخدوا اكتر من سعراتهم، اكيد انت فاهم الموضوع ده. والناس دي في اغلب الوقت سكرها بيكون واطي بسبب الجرعات العاليه زي ما قلت لك، فبياكلوا سكر واطي، ياكلوا ياخدوا انسولين اكتر، وعلى كده لحد ما يحصل لهم مقاومه انسولين ووزنهم يزيد بسبب السعرات الحراريه الكتير جدا اللي هم بيدخلوا. هي نسبه قليله نوعا ما لان اغلب الناس بيكونوا رفيعين، بس النسبه دي في ناس كتير منهم كلمتني وقالوا لي طب انت عمال تعمل فيديوهات عن موضوع ازاي مريض السكر يزيد، ازاي انت زدت، ازاي تزود الكلام ده، بس ما فيش حد اتكلم عن موضوع ازاي مريض السكر ينزل في الوزن بامان وينشف. وبرضه على الجانب الاخر في ناس عندها سكر نوع اول بتتمرن وما شاء الله بتتمرن بقالها فتره وظابطه السكر وظابطه كل حاجه وظابطه جرعات الانسولين، بس هم في فتره تضخيم دلوقتي وخلصوا فتره التضخيم وعايزين ينشفوا. ففي الفيديو بتاع النهارده برضه هقول لك ايه الحاجات اللي هتخليك تنشف بامان لو انت مصاب بالسكر من النوع الاول. فالموضوع ان شاء الله يكون بسيط وان شاء الله ما كنتش طولت عليكم في المقدمه، بس في الاول خالص انا اسمي خالد ناصر، مصاب بالسكر بقالي حوالي 5 سنين، بشاركك تجربتي ازاي زدت في الوزن وازاي الحمد لله ساعدت ناس كتير عندها سكر بالفيديوهات او اذا كان تعامل شخصي في التدريب الاونلاين، فبساعدك في الموضوع ده ان شاء الله. وبرضه الفيديوهات مش موجهه لمرضى السكر فقط، موجهه للناس العاديه، والكلام اللي في الفيديو ده هيفيد برضه الناس العاديه، هم مش هيفيد الناس العاديه بنسبه كبيره لان الفيديو موجه لمرضى السكر، بس في حاجات هتساعد برضه الناس العاديه ان هي تنزل في الوزن. وعلى القناه برضه بنزل فيديوهات تفيد برضه الناس اللي بتتمرن وبس من تجربتي برضه كشخص بيتمرن. فبلاش كلام كتير، يلا بينا نخش على اول نقطه واللي هي التمرين. التمرين في التنشيف لمريض السكر بيكون هو تمرينه في التضخيم. حافظ على اوزانك، حافظ على شدة تمرينك، حافظ على كل حاجة علشان تحافظ على العضلات، بس خلي دايما معاك في التمرين اي حاجة فيها كرب سريع، تمر بقى، عصير، ايا كان انت معاك ايه خليه معاك علشان لو حصل لك اي انخفاض. والكلام ده برضه حتى لو انت بتضخم بتنشف لازم النقطة دي تكون انت عارفها. تمرينك ثابت، مفيش اي حاجة بتحصل في التمرين. ممكن تكون بتلعب كارديو علشان كده الكارديو نوعا ما بيوطي مستوى السكر، فعلشان كده بقول لك حاول تاخد معاك اي حاجه مسكره. بالذات لموضوع التمرين برضو حاول انك تكون نشيط على مدار اليوم، حاول انك تكون بتتحرك، بتحسب خطواتك، ثبت عدد خطوات تعمله كل يوم علشان خاطر تكون فاهم انت ماشي ازاي. وزي ما قلت لك خلي معاك دايما اي حاجه مسكره، اذا كان في جيبك، اذا كان في الشنطه وانت في الجيم، علشان لو حصل اي مشكله. نقطه التمرين مش محتاجه كلام كتير، انت بتتمرن تمرينك ثابت مفيش اي مشكله. يلا بينا على النقطه التانيه واللي هي التغذيه. التغذيه دي اللي فيها مشكله نوعا ما. انت كمصاب بالسكر التغذيه ممكن تكون عامله لك مشكله لو انت مش بتحسب اكلك، ولو انت عايز تظبط اكلك. الموضوع بسيط جدا زي الانسان الطبيعي، انت اللي عليك انك تكون في عجز من السعرات، عجز 100 200 لحد 500 سعره. وانا افضل ان انت تكون في عجز 200 سعره، ما تكونش في عجز كبير جدا علشان ما تحرقش كل كروتك مره واحده، لان في ناس فاهمه الموضوع غلط، انا هعمل عجز 1000 سعره علشان انزل في الوزن. هي مش بتتحسب كده خالص، انت لازم على الهادي تاخد جسمك بشويش، تعمل عجز 100 200 لحد ما تلاقي وزنك بينزل، وزنك واقف ان هو ينزل، ساعتها تبدأ تقلل اكتر وهتدخل السعرات دي كل يوم وتتابع وزنك. بس في حاجة مختلفة عنك وعن الانسان الطبيعي، واللي هي ان انت لما تقلل سعراتك وبالذات تقلل الكرب حساسية الانسولين عندك هتبقى احسن، فاحتمال بشكل كبير جدا يحصل لك انخفاضات. هتلاقي سكرك بيوطى اغلب الوقت حتى على نفس جرعة الانسولين، حتى لو انت بتحسب اكلك، حتى لو انت بتحسب كل حاجة هيحصل لك انخفاضات في مستوى السكر، نتيجة ان انت جسمك بقى بيتحسس الانسولين بشكل اكبر، لان جرعات الانسولين هتقل لما انت تقلل الكارب اللي في الوجبة مع نشاطك في التمرين الزيادة وكده، فهتلاقي ان حساسية الانسولين عندك بقت احسن واستخدام الانسولين في جسمك بقى افضل. الموضوع هيكون كويس
بس نوعا ما لو انت مش بتقدر تتعامل معاه يعمل لك مشاكل، فخلي بالك علشان ما يحصلكش اي مشكله، علشان لو حصل لك اي انخفاض تقدر تتعامل مع الوضع ده. فخلي بالك من موضوع حساسيه الانسولين ده، لان حساسيه الانسولين بتتحسن لما انت تبدا تظبط الكارب، وان انت برضو تبدا تتمرن وتبقى نشيط، فحساسيه الانسولين بتبقى احسن. فخلي بالك من الموضوع ده. وتالت نقطه واخر نقطه، وطبعا كلنا لازم نكون عارفينها، انه لازم تنام عدد ساعات كافي. النوم عدد ساعات كافي مش منظره بس ان انت هيبقى مزاجك احسن، هيبقى الموضوع ده كله زي انسان طبيعي، لا، السكر هيكون في مكان افضل لما تنام كويس، وحساسيه الانسولين عندك هتبقى احسن، والاستفاده من المغذيات هيكون احسن، ومزاجك وكل حاجه هتكون احسن لو نمت عدد ساعات كافي. لازم تنام من 6 ل 9 ساعات. الموضوع ده عام لاي شخص، مش علشان انت عندك سكر بس، بالذات مريض السكر لازم يلتزم بالنقطه دي، لان قله التزامك بالنقطه دي هتلاقي ارتفاعات وتذبذب في مستوى السكر مش طبيعي. اذا كنت بقى بتضخم، اذا كنت بتنشف، اذا كنت بتعمل ايه، هتلاقي الموضوع. وبرضه موضوع الراحه ده مش في النوم بس، الراحه ما بين كل مجموعه والتانيه لو انت بتتمرن، لان في مرحله التنشيف اوزانك بتنزل نتيجه ان انت بتكون في عجز من السعرات. يعني في ناس لو نشفت صح اوزانها بتزيد، فالراحه ما بين كل مجموعه والتانيه هيكون مهم جدا، وبالذات في مرحله التنشيف ريح ما بين كل مجموعه والتانيه. وبرضه على مستوى السكر الموضوع بيفرق، لان انت لو مش بتريح ما بين كل مجموعه والتانيه احتمال يحصل لك مشاكل بسبب الارهاق الزياد، لا اما ارتفاعات بسبب ارتفاع هرمون التوتر، لا اما انخفاضات بسبب الشده العاليه اللي انت بتتمرنها. فعلى العموم في كل الحالات لازم تريح ما بين كل مجموعه والتانيه وقت كافي، مش هقول لك وقت معين لان دي كذبه كبيره، كل شخص بيحتاج وقت راحه مختلف عن التاني. لما تحس ان انت كويس وضربات قلبك بقت منتظمه وتقدر تأدي في المجموعه الجايه، ابدأ أدي، والموضوع ده هيساعدك علشان ما تخسرش عضلات لو انت بتتمرن وبتنشف، عشان ما يحصلكش زي ما بيحصل لاغلب الناس اللي بتكون بتضخم وفجأة لما تيجي تنشف تلاقيهم بقى 25 كيلو وهم كانوا 150 كيلو. هتلاقي الموضوع شكله وحش جدا. فحاول انك تريح ما بين كل مجموعة والتانية. ورابع حاجة واخر حاجة في الفيديو، افرض حصل لك انخفاض وانت بتنشف. الموضوع ده اتسأل لي بقى فعلا، ان الناس اللي بتنشف هي اللي بتسأله لي، طب انا دلوقتي ما كنتش بنشف وحصل لي انخفاض في مستوى السكر، الحل ايه؟ طب ما انا كده هاكل وهكون في فائض من السعرات الحراريه. السؤال ده هو اللي الناس كانت بتساله لي، مش هم بيسالوني ازاي ننشف، واغلب الناس عارفه ازاي تنشف بس مش عارفين يعملوا ايه في النقطه دي. الموضوع مش هقول لك بسيط ولا برضه الموضوع كبير، بس انت حاول تخليه بسيط. ازاي بقى؟ يعني انت مثلا لو حصل لك انخفاض في يوم معين، حاول انك تاكل ترفع مستوى السكر. بس في حاجة انت متعرفهاش عن موضوع التنشيف، ان انت ممكن تحسب سعرات الاسبوع كله. فاهمني؟ يعني انت مش لازم تكون كل يوم بتدخل نفس السعرات. الموضوع كويس لمريض السكر، بس افرض حصل لك انخفاض، تبدأ في اليوم اللي بعده تحاول انك تكون في عجز نوعا ما، تقلل الاكل بتاعك، وحاول ان انت تكون نشيط او اعمل حاجه منهم. انا يعني شايف الافضل ان الشخص يكون نشيط ويثبت اكله. فالموضوع ما تخلوش يسبب لك مشاكل نفسيه، حاول ان انت تفهم الموضوع وتدرسه وتشوف ايه الانخفاض ده بيحصل لك بسبب ايه، وتبدا تعدل في جرعه الانسولين. لان في ناس كانت بتسالنا في الموضوع ده تقول لي طب انا دلوقتي بيحصل لي انخفاض بالليل. فالموضوع طبيعي ان يحصل لك انخفاض بسبب ان مثلا تمرينك شديد، بسبب ان حساسيه الانسولين عندك فضلت مستمره بالليل. فالموضوع بسيط، حاول ان انت تظبط جرعات الانسولين ومعامل الكرب بعد التمرين او في اي وقت بيحصل لك فيه انخفاض. وفي حاجة أنا عايز أقولها لك، معامل الكرب مش لليوم كله، معامل الكرب بيتظبط على أساس كل وجبة سكرك بيطلع فيها كام. ممكن معامل الكرب نافع في وقت معين ومش نافع في وقت معين، فتبدأ تظبطه على الطريقة دي. فمن الآخر حصل لك انخفاض، ارفع مستوى السكر، شوف أنت أكلت فائض فوق السعرات الحرارية بتاعتك قد إيه، أو لو ما أكلتش وأكلت كده بشكل مجنون، تبدأ في اليوم اللي بعده تزود نشاطك نوعا ما عن المستوى العادي علشان تعوض الفائض اللي انت اخدته امبارح. الموضوع بسيط جدا وبس كده. انا خلصت خلاص، الفيديو مش طويل، الفيديو بسيط جدا. موضوع الزيادة في الوزن هو اللي صعب، انما موضوع التنشيف يعني مش صعب زي الزيادة في الوزن، بس محتاج شخص يكون واعي ومركز، وان شاء الله الموضوع هيكون تمام التمام ومفيش فيه اي مشاكل. وبس كده. لو انت مصاب بالسكر وعايز توفر كل الكلام ده عليك وتاخد برنامج تدريب كامل متكامل مصمم ليك، اذا كان زيادة او نزول في الوزن وتوصل لجسم احلامك، كلمني على الواتساب او على الانستجرام، سيب لك الرابط بتاعهم في الديسكريبشن. ابعت لي رساله وابعت لك كل التفاصيل، ولو انت برضو شخص عادي برضو ابعت لي وهرد عليك وابعت لك كل التفاصيل. التدريب متاح للاتنين. وبس كده، اعمل لايك، اعمل اشتراك. اشوفك الفيديو الجاي. عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات، سؤال شخصي، الانستجرام ابعت لي رساله عليه وهرد عليك. وبس كده يا وحش، سلام.